السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض هندمس فول. طبعا انتوا عارفين ان اليومين دول ما يعلم بهم الا ربنا، الاسعار بقت فوق يعني فوق طاقة الجميع. فاحنا بنحاول نعمل حاجات اقتصادية وحاجات في البيت على قد ما نقدر، وكل ستات البيوت اكيد بتعمل كده يعني. النهاردة هنعمل الفول. ده نص كيلو فول، انا منقيه كويس وغسلاه ونقعاه من بالليل. وده نص كوباية عدس متنقي ومغسول، وطماطماية، معلقة خل كبيرة، معلقة عصير ليمون كبيرة، فصين توم، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كركم. وهنحط كل ده بقى في القدرة بتاعت الفول ونغلي مية ونرجع لكم تاني ان شاء الله. دلوقتي انا حطيت كل المقادير زي ما انتم شايفين كده جوه الفول والعدس وكل حاجه، كل حاجه حطيتها. فاضل ان انا احط الميه المغليه عليها، وادي الميه المغليه. مش لازم نملى بقى القدر للاخر قوي عشان ما تفرش وتبهدل لنا الدنيا. انا ولعت عليها النار، هسيبها تغلي غلوه. اول ما تغلي هوطي عليها النار وهديه، هرجع لكم بعد ما تغلي. ورجعنا دلوقتي بعد الفول اهو بيغلي، واضح اهو كده. هوطي عليه النار، شمعة، هخلي النار عليه شمعة. انا هديت النار خالص. لو عايزة تحطي شياطة ممكن تحطي شياطة، بس هي مش مستاهلة يعني. هسيبه كده على النار، وكل 10 دقايق ربع ساعة هاجي ابص عليه. اول ما الاقي ان المية قربت تنشف بغلي مية وازوده لحد ما يستوي معايا، وهرجع لكم لما يستوي ان شاء الله. ودلوقتي هو خلاص استوى، هوريكم بقى. بسم الله. بصوا بصوا، كهرمان والله كهرمان. هنا بقى في حاجة كده بنعملها عشان تخليه ميته تخينة، يبقى زي بتاع المحلات. والله ريحته جميلة جدا جدا جدا. لو تيجوا تشموا معايا، هعمل معلقة او معلقتين دقيق، شوية مية، وادوبهم كده واصفيهم، عشان انتوا عارفين الدقيق بيبقى فيه شوية تكتلات كده. ونقلبه بسرعة علشان ما يكلكعش. خلاص هو كده خلاص يغلي غلوة. هو خلاص غلي. هوريكم حبة بقى كده. بسم الله. شايفين؟ والله الكاميرا ظلمة، والله فعلا فعلا مظلوم يعني. لونه تحفة وريحته أتحف وأتحف. وبألف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين إيديكم جميعا إن شاء الله. أشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.